السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة جمبري صحية ومفيدة، وكمان تقدري تقدميها في العزومات وما فيهاش كمية جمبري كتير. وكمان هتدفي في الشتاء. طعمها حلو جدا في منتهى الجمال، وريحتها كانت جميلة جدا وهي بتستوي على النار. تعالوا اقولكم على طريقة حلوة جدا تقدروا تعملوا بيها شوربة الجمبري. عندي هنا ربع كيلو من الجمبري، هنضيفه في حلة على النار فيها معلقتين من الزيت، هسخنها كويس وهنضيف الجمبري ده يكون مغسول كويس ومتصفي، وكمان قصقصت بالمقص اللي هي الشنبات الطويلة بتاعته دي، قصقصتها بالمقص. ولو الجمبري اكبر من كده بيبقى فيه خيط رملي في ظهر الجمبري شيليه، ولو الجمبري متوسط الحجم زي ده ما بيبقاش فيه، بيبقى الخيط الرملي ده مش موجود. هنضيف الجمبري في الحله على الزيت، وهنضيف له طماطمايه متوسطه وبصلايه متقطعين مكعبات وفصين من الثوم متخرطين ناعم، او ممكن تكوني دقهم في الهون مفيش مشكله، وكزبره جافه وملح وكمون ومكعب من المرقه ورشه من الشطه. هنضيف له بقى كمان جزرايه متوسطه، هنضيفها كمان حبه قدامكم. هنضيف الجزرايه متوسطه متقطعه مكعبات، وهنبدا ان احنا نشوح الجمبري مع الخضار كويس لغايه ما يبدا لونه يتغير، يبقى لونه برتقاني او لونه اورنج كده. اللون بتاعه بيتغير مع الخضار، وتبداي ان انت تشوحيه لغايه ما ينزل كل العصاره مع الخضار في الحله، تحسي ان كده فيه صوص في ارضيه الحله. بعد كده هنضيف له ميه عاديه او ميه سخنه، ونبدا ان احنا نديهم تقلبتين ونغطي الحله ونسيب الجمبري. اول ما يبدا يدخل في التسويه والشوربه بتاعتك لونها يتغير وتبدا تغلي وتتركز وتديكي طعم حلو وريحه حلوه، هنبدا ان احنا نطلع الجمبري من الشوربه في طبق جانبي، عشان ما ينفعش ان احنا نفضل سايبين الجمبري في الشوربه في السخونيه بتاعه الشوربه. الجمبري هيتهرى مننا، مش هيبقى ليه ملامح. احنا عايزين الجمبريات تبقى متماسكه وسليمه زي ما هي. بعد كده هنقدم الشوربه بتاعتنا في اطباق، وده كده شكلها النهائي في طبق التقديم، وزينتها بالليمون والجمبري على وش الطبق من فوق. وان شاء الله تجربوا الوصفه دي تعجبكم، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسونيش في اللايكات والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.